السلام عليكم، احلى ناس واحلى متابعين. كل سنة بقى وانتم طيبين، خارجين من العيد والصيام. فالنهاردة هنعمل مع بعض كده الفراخ بتاعة الشهر كله، بتاعة شهر 4. تقسيمة الفراخ بتاعة شهر 4 من 3 فرخات، هنعمل 10 وجبات. الافضل انك تجيب الفراخ على بعضها وتجزئيها انتي براحتك في البيت، لاني هترمي معاكي كمية كبيرة. احسن ما تشتري مثلا اللي وراك لوحدها والصدور البانيه لوحدها، لا، اما تعمليها انتي في البيت. انا هقولك على طريقة تقسيم جميلة جدا جدا هتعجبك وهتوفر معاكي وقت ومجهود، الحاجة هتبقى موجودة عندك، وفي نفس الوقت برضو انت شارياها هتوفري فيها برضو. وما شاء الله الفراخ رخصت عن رمضان كتير، كانت في رمضان وصلت ل120 جنيه كمان، لكن الحمد لله دلوقتي بقت ب85 جنيه وب80. معانا ما شاء الله 3 فرخات بحجم وسط، مش كبيرة قوي ومش صغيرة قوي، يعني 2 كيلو، 2 إلا 100، مش اكتر من كده. تمام، يعني عايزة اقول لكم الفراخ دول ما كملوش 600 جنيه، لاني الفراخ الواحدة قطعة 180 جنيه، واحدة 190 جنيه كده، واحدة 185. فاساسا ما كملوش، يعني الفرخة ما كملتش 200 جنيه، فاقل من 600 جنيه هتمشي نفسك طول الشهر وهتاكلي فراخ 10 ايام. طبعا هتجيبي سمك برضو قصادهم، هتجيبي مثلا لحمة، ربنا يرزقك ولا حاجة. فاحنا كده بنقطع الفراخ مع بعض كده. قطعت معاكم اول فرخة، قسمت كده الجزء اللي هو بتاع الدبوس لوحده، والجزء اللي هو بتاع الورك اللي بيبقى فوق الورك ده لوحده برضو، والحتة دي بقى اللي هي بتبقى عضمية صغننة دي شلتها لوحدها وبالطريقة دي. وفي هنا جزء غير مرغوب فيه كده بركنه على جنب مش برميه، اديه القطط او الكلاب اللي هي في الشوارع، اي حاجه هينوبك ثواب برضو. كده كانك برضو عملتي اطعام. الاطعام مش شرط للبني ادمين بس، يعني ممكن برضك لو طعمتي قطه، كلب، برضك هيتحسب لك حسنات عند ربنا. تمام كده. فهنا بقى احنا جزأنا الفرخه من الجزء اللي في الارضيه. تعالوا بقى نجزأها من الجزء اللي ناحيه فوق من عند الصدر. هنشيل الحتت اللي هي بتعمل زفاره في الفراخ دي. تمام، وهناخد جزء كده نقطعه من حتة من الصدر مع الكتف عشان يبقى معانا نايب حلو، برضو يكفي معانا نايب فرد، مش صغير ومش كبير، وسط. بصوا حجمها حلو بالطريقة دي. هعمل برضو الناحية التانية نفس النظام، هناخد جزء كده منها برضو من الصدر عشان تبقى معانا حتة حلوة. تمام كده. هناخد بقى الجزء اللي هو بتاع القفص الصدري كده بالرقبة، هنبتدي ان احنا بالسكينة نقطعه خالص بالمنظر ده كده اهو. اقطعه بقى خالص كده. تمام، بالطريقة اللي احنا شايفينها دي كده. هفصل الزور لوحده والقفص الصدري لوحده، واي اجزاء غير مرغوب فيها، حتة جلد، اي حاجة اركنها على جنب، ما ترميهاش في الزبالة. هيجيلك قطة حاجة ماشية في الشارع هتديها لها، هتدعيلك والله وهينوبك ثواب قد ايه، بدل ما ترميها في الزبالة. هناخد بقى صدر الفرخة كده، هنبتدي ان احنا نقطعه بالطريقة اللي احنا شايفينها دي كده. شلت الجزء بتاع الصدر كده اللي هو بتبقى قطعة كده من غير اي عظم. تمام، برضو هشيلها كده على جنب لوحدها، اعملها على يوم كده فيه مكرونة ولا حاجة. والجزء اللي هو فيه العظم ده برضو سبت فيه حتة، تمام، عشان برضو يبقى نايب معانا، يمشي في برضو في يوم يبقى قطع من النواب، لان هو فيه برضو حتة من اللحم، يعني انا ما شلتش اللحم خالص منها. تمام، سبت جزء في قلبها كده، وهبتدي ان انا اقطعها بالمنظر ده. تمام كده يا امارات. هنبتدي بقى نقطع ال3 فرخات بنفس الطريقة بالظبط، نفس النظام كده. بردك بشيل برضو الراس على جنب، وفي قلبهم بقى الراس والرجول والكبد والقوانص والحاجات دي. تمام، هقطعها بقى نفس الطريقة ونرجع تاني. قطعت بقى ال3 فرخات ما شاء الله زي ما احنا شايفين. طبعا اغسليهم في ميه وملح كده وليمون. الليمون جميل جدا بيشيل الزفاره. ما تحطيش خل، تمام، هي ميه وليمون وملح، وسيبهم شويه. وده كده الجزء اللي هو بتاع الفراخ اللي هو بتاع الصدر، رق واحد، لان صدر الفراخ بيبقى بيبقى رقين، فانا شلت رق واحد فقط، وسبت الرق التاني يتقطع كده مع العضمايه، تبقى في يوم اسلقه او اعمل عليه صينيه بطاطس هيبقى حلو برضو.
تمام. فانا خدت من كل فرخة الجزء اللي هو بتاع الصدر، اللي هو الرق واحد اللي ناحية فوق زي ما احنا شايفين. تمام كده. وهنا الدبوس ما شاء الله برضو الثلاث فرخات عملوا معايا كام دبوس؟ 6 دبابيس. فعملت طبق اهو من ال6 دبابيس يكفي 6 افراد. لو انتوا اكتر من 6 افراد زودي فرخة كمان عشان تعملي 8 قطع. هيبقى ايه؟ مش 6 دبابيس، لا هيبقوا 8. تمام كده. ودول الجزء اللي هو بتاع الصدور بتاعة ال3 فرخات هيمشوا معانا بقى. لو حبينا نعمل مرة مكرونة بشاميل اللي هي نجرسكو بتتعمل بالفراخ بتبقى جميلة قوي. مكرونة طاجن، عملت شاورما بالفراخ برضو هتبقى جميلة. فما شاء الله 3 اطباق اهو من صدر الفراخ ل3 ايام. وادي الكبد والقوانص تكفي معانا يوم برضو. ادي 3 كبدات و3 قناصات عشان محدش يقول ان انا زودت، هما 3 و3 اهو. والجزء اللي هو بتاع الورك اللي هو بيبقى فوق ده برضو عملته 6 قطع زي ما احنا شايفين ما شاء الله. ده كده بتاع صدور الفراخ اهو، الجزء اللي كان في العظمة. وده اللي وراك اللي هي كانت فوق الدبوس اهو، انا بوريهولكوا ده اللي كان فوق الدبوس برضو عمل معايا 6 قطع. فما شاء الله معانا ادي 7 اطباق. ومعانا كمان ده الجزء اللي هو بتاع الاجنحة. لو لاحظنا هنلاقي ان احنا كمان عندنا بردك 6 جناحات هيكفوا معانا يوم، مع صينية بطاطس حبيتي تسلقيهم وتعملي جنبهم شوية محشي، دي حاجة ترجع لك. عايزه اقول لكم بقى دي الاجزاء اللي هي ايه، الرقبه، الزور، الحاجات دي ممكن يوم كده نعمل عليهم شوربه برضو هتبقى حلوه جدا. ممكن تزودي شويه في القطع برضو تخليهم اكتر من 6 قطع، يعني ما تضمنيش حد جه برضو يبقى في حته زياده. حد جه كده من الولاد كل قطعه كده ولا حاجه قبل ما تعملي الاكل، فبرضو يبقى عندك زياده. ومعانا كمان الرقب والرجول، لو حبيتي تعملي عليها شوربة جميلة جدا وبعد كده ترميها براحتك تنجريها تاكليها انت جميلة. انا بحب انجر الرجول بتبقى جميلة لان بيبقى فيها كولاجين طبيعي في منتهى الجمال. تعالوا بقى نشوف مع بعض عملنا 10 اطباق ما شاء الله ل10 ايام. انت بقى لو اشتريتي ال3 فرخات هتمشي بيهم كام يوم؟ ها؟ هتمشي بيهم 3 ايام بس لو جبتي فرخة في التانية في التالتة. لكن انت جبتيهم على بعض فانت كده وفرتي وعملتي منهم 10 وجبات ل10 ايام ما شاء الله. شايفين بقى التوفير جميل جدا. انا هنا بس بوريهولكوا وهم في الاطباق عشان التصوير، لكن انت بقى هتشيلي كل كيس كده في قلب الفريزر على قد الاكلة بتاعتك. ادي ال6 دبابيس اهم هيتحطوا في الكيس بالطريقة اللي احنا شايفينها دي، عشان برضو ما تاخديش مكان في الفريزر على جنب كده. يبقى ده كده ايه، تاخدي جنب من الفريزر يبقى فيه الفراخ، يبقى فيه الفراخ بتاعة الشهر. يوم هتعملي فراخ، يوم هنمشيه من غير حاجة خالص، يوم هتعملي لحمة، يوم اللي بعده برضو ما فيش، يوم سمك كده. حتى لو مشيتي نفسك الشهر كله بالفراخ بس معاك 10 ايام بردك في الشهر هتاكليهم. ومشي نفسك بقى في ال20 يوم التانيين دول كده ايه، على قدنا يعني، على قدك. معاكي 10 جنيه امشي على قدها، معاكي 100 جنيه امشي على قدها برضو مش وحش، احسن من ما فيش خالص. عايزه اقول لكم في ناس بتطبخ اصلا ما بيبقاش عندها اللحمه والفراخ، فاحنا نحمد ربنا على النعمه اللي معانا ونقول الحمد لله فضل ونعمه. يا رب يا رب ديمها نعمه واحفظها من الزوال يا رب، اللهم امين. ويا رب كل اللي يدوس لايك يزور بيت الله الحرام. اشوفكم في فيديو جديد وفي وصفات تانية كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.